في كل حياة في لحظات بتضيق، لحظات تحس فيها إن الحمل تقيل وإن الخطوة تقيلة وإنك واقف على باب مش عايز يفتح. اللحظات دي سماها القرآن الكريم العسر. لكن الغريب إن القرآن ما قالش إن بعد العسر يسر، قال فإن مع العسر يسر، ومعناها إن اليسر ما بيجيش بعد العسر. اليسر بيكون موجود معانا من الأول، إحنا بس ما بنشوفوش، لأن وقت الضيق عيوننا بتتعلق بالوجع أكتر من النجاة. العلم بيقولوا لما الإنسان يدخل في موقف صعب يشتغل جزء في المخ اسمه اللوزة الدماغية. الجزء ده مسؤول عن الخوف والإنذار وإحساس إني محاصر، إن الدنيا ضاقت عليا، أنا مش لاقي مخرج وأنا في عسر. لكن ربنا خلق في نفس الدماغ جزء تاني اسمه القشرة الجبهية الأمامية، وده مسؤول عن الحكمة والصبر والتحكم والوعي والتحمل واتخاذ القرار، ويبدأ يشتغل بقوة وقت الشدة. يعني اليسر مش مجرد فرج خارجي، اليسر أحيانا بيكون قوة داخلية اتولدت جواك بسبب الشدة. وهنا هتلاقي العلم والدين بيقولوا نفس الحقيقة، طريقتين مختلفين. الدين بيقول إن اليسر مع العسر، العلم بيقول ان الدماغ بيخلق قدرات جديده، قدرات ما كانتش هتشتغل الا وقت العسر. يعني العسر بيضغط، لكن الضغط هو اللي بيطلع المعادن النفسيه، بيطلع المعادن النفسيه من اعماق الانسان. وخد بالك من الايه ان مع العسر يسر، كررها تاني بعدها على طول. ده تفسيره ان العسر واحد واليسر اتنين، ان ربنا بيقول لك دقتك واحده لكن ابواب الفرج كتير. واللحظة اللي تحس فيها إن الطريق وقف صدقني مش النهاية، دي اللحظة اللي بعدها بيبدأ التحول. في عسر بيمر علشان يعلمك، وفي عسر بيمر علشان يغير، في عسر بيمر علشان يفتح لك باب ما كنتش هتشوفه من غيره. كل مرة يضيق عليك الطريق اعرف إن في يسر ماشي جنبك، يمكن انت مش شايفه لكنه موجود. وأحيانا لليسر مش حدث، اليسر إن قلبك يهدى، اليسر إنك تبقى أقوى، اليسر إنك تخرج من الأزمة وإنت فاهم نفسك أكتر وأقرب لربك وأعمق من اللي قبلها. فالعسر مش نهاية، العسر هو البداية اللي بيتولد بيها اليسر كده.